كشفت مصادر أن رئيس بلدية سيدي قاسم حصل على سيارة فاخرة ضمن الآلات التي اقتنتها البلدية في الصفقة الأخيرة، ما أشجع غضب الساكنة ومستشاري المعارضة الذين يرون بأن المبلغ كبير جدا بالنظر إلى إمكانيات البلدية التي تعول على دعم وزارة الداخلية السنوي. وحسب ذات المصادر، فالرئيس كان عليه أن يحصل على تجهيزات أخرى وليس سيارة فاخرة، خاصة وأن البلدية تتوفر على سيارات للمصلحة كان على الرئيس الاستفادة منها إلى حين تحقيق التنمية المنشودة بالمدينة وبعدها. يقتني ما أسماه ذات المصدر بالكماليات. من جهة ثانية، صرح رئيس بلدية سيدي قاسم محمد الحافظ في اتصال هاتفي مع شوف تيفي أنه لم يقتني السيارة من الميزانية الخاصة للمجلس البلدي، وأنه لا يعرف ثمنها الحقيقي، لكنها جاءت ضمن العتاد والآليات التي حصلت عليها البلدية بدعم من وزارة الداخلية، وأن السيارة لم تقتنع عبر صفقة خاصة كما يقال. وأوضح رئيس الجماعة أنه يتوفر على 50 سيارة في ملكيته، وأن تجديد أسطول سيارات الجماعة لم يتم منذ 25 سنة، مؤكدا بأن إثارة الموضوع من قبل المعارضة هو فقط سياسي محض، وأن المجلس المنتخب الذي يسره قام بخطوات كبيرة في المدينة.